شوف، عيش وتفاعل مع الأخبار. يواجه الدولي المغربي حكيم زياش فترة صعبة مع نادي غلطة سراي التركي، حيث أعرب عن عدم رضاه بسبب قلة مشاركاته مع الفريق، مما دفعه إلى إبداء رغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. في هذا السياق، أبدى نادي الفتح السعودي اهتمامه بالتعاقد مع زياش، حيث تجري حاليا مفاوضات شفهية بين اللاعب والنادي السعودي للحصول على خدماته بشكل مجاني. من جهته، أكد مدرب غلطة سراي أوكان بوروك أن زياش لاعب موهب، ولكنه غير راض عن وضعه الحالي مع الفريق، وهو على وشك الرحيل والدخول في محادثات مع أندية أخرى خلال فترة الانتقالات الشتوية. على صعيد آخر، أشارت تقارير إلى أن أندية أخرى، منها فرق من الدوري الإنجليزي الممتاز، تبدي اهتمامها بالتعاقد مع زياش، مما يفتح أمامه خيارات عدة لمستقبله الكروي. في ظل هذه التطورات، من المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تحديد وجهة زياش القادمة، سواء بالانتقال إلى الدوري السعودي أو بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.